الخلطه اللي هنعملها النهارده المشبعه اللي تعتبر بديل للفطار وهتشبعك من 3 4 ساعات ومش هترفع مستوى السكر في الدم ووجبه بديله ومش مكلفه. المكونات دي انت هتجيب 200 جرام شيا وربع كيلو شوفان وكوبايه لبن كل يوم، هيقعدوا معاك شويه. انت هتاخد 10 جرام كل يوم، 15 جرام كل يوم بالكتير، 150 سعر. 3 بسكوتات اللي انت جايبهم عشان دايت، عشان تاخدهم سناك وانت في الكليه او انت بره، اتكلم على كام؟ على 180 سعر. احنا بنتكلم على معلقه كبيره من بذور الشيا ومعلقه كبيره من الشوفان. يا ريت ما يكونش شوفان سريع التحضير. هيطحنوا الاول. طب ليه يا عم محمد هتطحنهم الاول مش هتحطهم على طول؟ دي حبوب كامله، هي كويسه جدا للمعده، كويسه لكل حاجه، لكن هتستهلك مجهود كبير جدا في المعده والقولون. بعض الناس بالنسبه لهم الموضوع هيبقى عادي جدا، وبعض الناس هيحس الموضوع بالنسبه لهم مزعج. حطينا المكونات عباره عن كوب لبن خالي الدسم. يا ستي ما بتحبش لبن خالي الدسم، لبن بلدي وشيلي وشه وزوديه شويه ميه، مش هقول لك لا. معلقه شوفان، معلقه شيا، اتضربوا في الكبه. الخليط ده كله اتحط في الخلاط، اخد ضربه مره ثانيه. هنا بقى عندنا خليط الكوب ده يا جماعه بالباقي اللي لسه في الخليط اللي لسه ما حطيناهوش 150 سعر حراري. اقل من 3 بسكوتات دايت او لايت يساوي رغيف الا شويه. شبع فوق ما تتخيلوا، هيبقى مشبع جدا. طعمه ايه؟ طعمه عادي جدا وجميل جدا. بتحب الحاجه طعمها مسكر، حط كيس سكر دايت، لكني افضل ان انت تبدا تاخده من غير سكر. ليه؟ عشان جسمك يتعود على حاجه مش مسكره. يبقى كده دي وصفه جميله جدا لمرضى مقاومه الانسولين.